صلاح الدين الأيوبي هو يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان ابن يعقوب الدويني التكريتي، واسمه الشخصي يوسف. هو مؤسس السلالة الأيوبية وقائد الحملات العسكرية الإسلامية ضد الدول الصليبية في بلاد الشام. كان مسلما كرديا، وكان أول سلطان لسوريا ومصر، وامتدت سلطته إلى الحجاز غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين العليا العراق وبعض أجزاء غرب شمال أفريقيا. ولد صلاح الدين الأيوبي سنة 532 هجريا 1038 ميلاديا في قلعة تكريت في العراق، وانشأ مع عائلته الكردية من قرية أجدن كان بالقرب من مدينة دفين في وسط أرمينيا. لقب صلاح الدين الأيوبي الملك الناصر، حيث عمل على توحيد قوة المسلمين للجهاد في سبيل الله ضد الصليبيين. الملك الناصر أبو المظفر كان يشير إلى السيطرة التي بسطها الأيوبي على العالم الإسلامي، ومن أهم أنجازاته انتصار الدولة اليوبية والمسلمون في معركة حطين، وحصلوا على القدس ولبنان وفلسطين. نشأ صلاح الدين الأيوبي في دمشق وبعلباك، ففي الليلة التي ولد فيها انتقلت عائلته إلى حلب، حيث دخلوا في خدمة الحاكم التركي القوي في شمال سوريا آنذاك عماد الدين الزنكي ابن آقسنقر. وتميز حينها الأيوبي بميله إلى الدراسات الدينية وابتعاده عن التدريبات العسكرية. حياته المهنية: كان والده أيوب وعمه شيركو قادة عسكريين من النخبة تحت قيادة عماد الدين زنكي. بعد نشأته في دمشق وترقيته في الرتب العسكرية، انضم الشاب صلاح الدين الأيوبي إلى الجيش بقيادة عمه شيركو الذي خدم نور الدين زنكي ووريثه في رحلة عسكرية إلى مصر. بعد وفاة شيركو سنة 1269 ميلاديا، تم اختيار صلاح الدين خلفا له في قيادة قوات نور الدين في مصر، كما تم تعيينه وزيرا للخلافة الفاطمية المنهارة التي حكمت مصر في ذلك الوقت. ومع وفاة آخر الخلفاء الفاطميين سنة 1178 ميلاديا، ألغى الأيوبي الخلافة الفاطمية وضم مصر إلى الحكم الزنكي، فازدادت مكانته وشعبيته. انتقل فيما بعد إلى سوريا مع جيش صغير، ومن سنة 1172 إلى 1897 ميلادية سعى إلى توحيد جميع الأراضي الإسلامية في سوريا وشمال بلاد ما بين النهرين وفلسطين ومصر وفقا لمعاييره الخاصة، وقد نجح بتوحيد الأراضي الإسلامية بفضل حكمته ودبلوماسيته واستخدامه للقوة العسكرية عند الحاجة. ونمت سمعته كحاكم كريم ولكن حازم في الوقت ذاته. عرف عمل صلاح الدين الأيوبي بالتفاني الشديد وفكرة الجهاد والحرب وانتشار المؤسسات الدينية الإسلامية. سعى إلى جمع العلماء وأسس الكليات والمساجد، وكلفهم بكتابة الأعمال، لا سيما تلك التي تحكي عن الجهاد. حملات صلاح الدين الأيوبي: توفي نور الدين زنكي سنة 1140 ميلادية، وشن صلاح الدين حملة للسيطرة على الأراضي التي كان يحكمها، كما سعى إلى تأسيس نظامه كعسكري رئيسي قادر على تحدي الدول الصليبية الأربع التي يسيطر عليها الغرب. كسلطان لمصر، عاد صلاح الدين الأيوبي إلى سوريا وتمكن من حكم دمشق وحلب والموصل، كما غزت قواته اليمن، مما مكنه من إحكام سيطرته على البحر الأحمر بأكمله. بالإضافة إلى مجهوداته العسكرية، سعى إلى بذل جهود دبلوماسية. تزوج من عصمت أرملة نور الدين، وهي ابنة الحاكم الدمشقي الراحل، مما ساعده على اكتساب الشرعية من خلال الارتباط بسلالتين حاكمتين. وقد حصل على دعم إسلامي واسع من خلال إعلان نفسه قائد الجهاد للدفاع ضد الحملات الصليبية. صلاح الدين الأيوبي والحروب الصليبية: نجح الأيوبي في قلب ميزان القوة العسكرية لصالحه، إذ قام بتوحيد وتأديب عدد كبير من القوات. وعندما تمكن سنة 1087 ميلادية من إلقاء قوته الكاملة في الصراع مع الممالك الصليبية اللاتينية، كانت جيوشه متساوية معهم. في السنة نفسها حاصر صلاح الدين جيشا من الصليبيين بالقرب من طبرية في شمال شرق فلسطين. كانت الخسائر في صفوف الصليبيين كبيرة، لدرجة أن المسلمين تمكنوا بسرعة من اجتياح مملكة القدس. خلال 3 أشهر سقطت عكا وتورون وبيروت وصيدا والناصرة وقيصرية ونانابولس ويافا وعسقلان بين يدي جيوشه. افتتاح القدس: بعد فترة من القتال ضد الفرنجة صليبيو أوروبا الغربية، استعد صلاح الدين لشن هجوم سنة 1187 ميلادية من خلال تجميع القوات من جميع أنحاء مملكته جنوب دمشق وأسطول مصري في الإسكندرية.
التقى جيشه بالفرنجة في اشتباك ضخم في حطين بالقرب من طبرية وهزموهم. تبع النصر في معركة حطين سلسلة من الانتصارات السريعة في جميع أنحاء القدس، وبلغت ذروتها عندما استسلمت مدينة القدس لجيش صلاح الدين الأيوبي بعد 38 عاما تحت السيطرة المسيحية. وعلى الرغم من أن صلاح الدين خطط لقتل جميع الفرنجة في القدس انتقاما لمذبحة المسلمين التي حصلت سنة 1099 ميلاديا، إلا أنه وافق على السماح لهم بشراء حريتهم بدلا من ذلك. في ذلك الوقت كانت قوات صلاح الدين سيطرت على عدد من المدن الهامة الأخرى من الصليبيين، بما في ذلك عكا وطبرية. الحملة الصليبية الثالثة. لم يتوقع صلاح الدين الأيوبي رد الفعل الأوروبي على افتتاحه على القدس، هذا الحدث الذي صدم الغرب واستجاب له بدعوة جديدة للشن حملة صليبية. في أعقاب افتتاح صلاح الدين الأيوبي القدس، دعا البابا غريغوري الثالث إلى حملة صليبية جديدة لاستعادة المدينة. حشدت القوات الصليبية في صور لإطلاق الحملة الثالثة بقيادة 3 ملوك: فريدريك الأول الملك الألماني، والإمبراطور الروماني المقدس الملك فيليب الثاني ملك فرنسا، وريتشارد الأول قلب الأسد لإنجلترا. حاصر الصليبيون عكا واستولوا عليها سنة 1098. صمد صلاح الدين الأيوبي أمام هجومهم، وتمكن من السيطرة على معظم إمبراطوريته. وكانت هدنته مع ريتشارد في أواخر سنة 1092 قد أنهت الحملة الصليبية الثالثة. شكرا للمتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة